السلام عليكم. التخطيط الطبي يكذب والدة المشاغلة اللي تعدات على كنزة، وكيف ما شفنا اليوم أن الدكتور رشيد قال بأن كنزة دارت التخطيط على الأذن ديالها، ومن بعد ما بدات الأذن ديالها كتفش وبدات كتحسن عرفوا بأنها ما بقاتش كتسمع مزيان، يعني ما بقاتش عندها حاسة السمع. وهذا شيء خطير خطير خوتي خواتاتي، خطر بزاف، لأن المشغلة كتضربها على راسها وكذلك الأذن ديالها. وهذا الشيء كيبين بأن الأم ديالها كانت كتكذب حينما خرجت عندنا وكتقول لنا أن بنتها ما دارت حتى حاجة، وأن الأخ ديال كنزة هو اللي اعتدى عليها، وكذلك كتقول أن كنزة عندها انفصام في الشخصية وأنها مريضة. وعاوتاني خرجوا وقالوا بأن كنزة كانت كتخرج برا وكانت كتضرب وكتدخل عندهم. اليوم كنكتشفوا أن عاهة مستدامة غتبقى عندها، عند اختنا كنزة، اللي هي دابا عندها مشكل الفقرات في الظهر ديالها، عندها مشكل في كسور اللي في الرئة ديالها، في الصدر ديالها عندها كسور على مستوى اليد اليمنى، وكذلك عندها كسر على مستوى الأنف والأسنان، حتى الأذن تزادت. يعني هاد الشيء خطير بزاف بزاف بزاف. دعواتكم اختنا كنزة، وكنتمنى انكم تساعدوها وتوقفوا في جنبها، حتى لو كان ماشي بالجانب المادي يكون من الجانب المعنوي. الكلمة الطيبة راها كتبقى صدقة، والله ياخذ الحق في اللي كان ليها سبب في هذا الشيء كله اللي وقع ليها. وكنتمناو ان المشغلة تاخذ اقصى 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 العقوبات، لانها تعدت على البنيته وخرجت ليها على حياتها، لانها ما تقدرش تخدم عاوتاني. وحاسة السمع راها مهمة بزاف اخوتي اخواتاتي، حاسة السمع مهمة بزاف. يعني الانسان ملي كيتعرض انه ما يبقاش يسمع مزيان، او لا كيبقى يسمع من اذن وحده والاذن الاخرى ما يبقاش يسمع بها، هذه كتسمى انها عاهة مستدامة. أعزيز أخوتي خواتاتي أن السيدة الداخل ديالها نفسانيا محطمة، عندها سوء في التغذية، شفنا شي حوايج اللي عمرنا ما كنا متوقعين نشوفوه.